ستكون طموحاتها عن الهدف الاول. الكره من جديد وناس العيان يسدد بقوه عميد المنتخب الوطني لمحاوله بهذا الشكل نحو الهدف الاول. لا نسال كانت فرصه اخرى والهدف الاول هدف اول اصرار مغربي من اجل التسجيل يتاكد عن طريق انس العيان يضع الكره في الشباك عميد المنتخب الوطني. انس العيان بدايه موفقه وجيده بل ورائعه بواحد الشكل جميل. الشيء اللي كيخلينا اننا ننطلقوا لاحظوا على الطاير والكره مباشره في المرمى. زيترا الاولمبيه في سراييفو المنتخب اللي 2022 وكان ذلك في هولندا. كانت المشاركه شيء من القوى الكبرى التقليديه في الفوتسال المسار الرئيسي وبالتالي حضور قوي اليمنى اللاعب اللي كيحاول مديح امامنا منتخب البوسنه والهرسك. تألق الحارس بن سلام يوسف حارس مرمى في المكان للمرمى. وهذه اشياء يمكن ان نشوفوها في المطار الفني للمنتخب الوطني المغربي. كره مره اخرى هذا الشكل الى خارج رقعه الملعب يبحث عن تسديد بعيد هي نفسه التسديد ولكن تسديد او حتى خارج انفسنا. هناك ايضا كره ميدار كبيره هدف مميز. اللحمه الواحده مغربيه لخارج رقعه الملعب ترتطم بالقائم الايمن للحارس. كره كان بامكانها انها تكون في المرمى. جات كره جيده اللمس بالقدم الشيء اللي كيخلينا ان نشوفوه ولكن ترتطم بالحارس. محاولة فرصة وبلد كرة جيدة جدا. يوسف جواد مرة أخرى رائع شيء جميل. إذا بداية موفقة مع الشوط الثاني. رابع الأهداف ويظهر على أنها كرة مهيئة بشكل ممتاز. بوريت علي سكيدا يعرف بانه المهمه ديالو القادمه او المهمه ديالو فما تبقى التجربه الهادئ. اولا جميل هذه بولوح حفظ الزراري سليله شميل. هدف خامس من طراز الرفيع. هدف خامس لمحمد زراري بولوح ممتاز. طريقه باش تسجل لاحظوا من مسافه بعيده كيركب الكره في الشباك. الحارس ديال المنتخب سيحصد غنيمه. المغربي اكيد هناك مجموعه من المنتخبات تتابع كما نحن نتابع هذه اللقطه. كان بيمكن لعب الكره هذه المره الجهه اليسرى عن طريق الرداف يونس. المهم فرصه رجع للخلف. المفروض عليه انه يرجع للخلف لانه محاولة وطريق مؤدي لا محاله يوقع الهدف السادس. اللاعب عثمان الإدريسي يضع الكرة في الشباك. سادس الأهداف. ولاحظوا بأنه هناك المشاركة ديال اللاعب بوقدير عبد الكبير واندفاع نحو الأمام والقيام بعمل. هذه عملية هجومية لمحاولة بهذه الكيفية. وهدف آخر ممتاز. هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي. هدف ثالث للمنتخب الوطني المغربي في شباك منتخب البوسنة والهرسك بأي طريقة وبأي
وبهي فنية وجمالية وكل هذه الأشياء تأتي لتتأكد جميلة مهمة في هذه المقابلة وفي كل مباريات المنتخب الوطني المغربي. الحلول تأتي مع مرور الوقت. عملية هجومية بهذه الكيفية، فرصة الهدف الجهة اليسرى أنس عيان زراري، هجمة مرتدة مضادة الآن، تسديدة بعيدة ولو أنه عن طريق اللاعب يونس مقرسي سحاني. هنا انطلاقة من المنتخب الوطني وهذه كرة